السلام عليكم متابعيني الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده ان شاء الله. نتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا الفيديو هذا يلقاكم باحسن الاحوال. هذه هي المقدمه ديالي، واقيلا نسيتوني يا متابعيني الكرام. المهم كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يكون كلشي على خير وبخير يا ربي. كي بقيتوا مع الخلعه ديال الزنزال، اللهم لك الحمد، والله يرحم الناس اللي ماتوا مساكن. وكنتقدم باحر التعازي العائلات ديال الضحايا، وعزانا راه كاملين واحد بالنسبه للمغاربه كاملين. داكشي لمنا وبقى فينا الحال، المهم راكم عارفين داكشي اللي غادي نقول لكم، راه كلشي حس ديك الاحساس اللي حسيت انا. المهم بالنسبه للناس اللي دخلوا عندي جدادين القناه كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. وبالنسبه للناس اللي قدامين عندي في القناه كنقول لكم حتى نتوما مرحبا بكم القناه ديالكم هذه. وان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى وبالفضل ديالكم نتوما هذه القناه هذه غادي تزيد للقدام. وكنعتذر بزاف، كنعتذر متابعيني الكرام على التصوير اللي ما بقيتش كنصور. المهم كنا خارجين الصيف هذا تقريبا 3 شهور ديال الصيف كامله ما كنتش كنرسي باش غادي نصور. وبالنسبه للمحتوى ديالي انا راني ما كنتش باغيه نشارك معكم الفلوغات ديال السفر وديك الشيء. صراحه المحتوى ديال القناه ديالي بغيت يكون بعيد كل بعد على حياتي الشخصيه. ديك الشيء باش ما كنتش كنحط معكم ديك الشيء. وزائد عندي واحد المشكل في السوايع، نتمنى من الله سبحانه وتعالى تفك لي هذا المشكل هذا. كما كتعرفوا القناه ديالي مازال صغيره، والسوايع حاليا في اليوتيوب ما بقاش كيرصاو. واخا كنخدموا واخا كنصوروا واخا كنحطوا السوايع راه ما بقاوش كيرصاو بالنسبه للقنوات الصغرى. اما بالنسبه للقنوات الكبرى راه ما عندهمش مشكل، ولكن بالنسبه للقنوات الصغرى راه كاين مشكل حاليا. المهم البنات باش ما نطولش عليكم، وسمحوا لي تنقول غير البنات غير مشات تفهموا هذه الهضره هذه. المتابعين الكرام كاملين، اليوم جيت نشارك معكم واحد المنتوج كنستعملو. صراحه ماشي منتوج واحد، كاينين هنا 3 ديال المنتجات كنستعملهم. سائل التصبين ديال الماكينه اوتوماتيك. وجيت نشارك معكم بحكم التجربه ديالي، وكندير واحد الحيله البنات ان شاء الله. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو اولا من بعد ان شاء الله، وغادي نصور لكم بالنسبه للحيله اللي كندير انا في هذا السائل التصبين. المهم البنات جيت نهضر لكم على فلوته غني على التعريفه البنات. بالنسبه للفلوته زوين. المهم انا نقول لكم التجربه ديالي، انا التجربه ديالي زعما وشنو سميتو الاستنتاج اللي استنتج من التجربه ديالي. بالنسبه للفلوته البنات حتى هو زوين. صراحه فيه ريحه فنه وعجبني. المهم شريت غير هذه اول وحده هي اللي خديت، وما عاودش خديت هذه اخر وحده. هذه اول وحده وهذه اخر وحده اللي خديت. كنت خديتها البنات خديتها ب 75 درهم باش خديناها من عند مول مواد التنظيف. ماشي نقول لكم من المرجان ولا مرجان داكشي ما عرفتش شحال دايره، ما عمري صراحه خديتها من تما، ولكن خديتها ب 75 درهم. صراحه زوينه بالنسبه للناس اللي عندهم الوليدات هكايا وكيصبنوا دائما ودائما عندهم الصابون وهذا، راها صالحه ليهم. نهضر لكم البنات. المهم مزيانه حتى هذه راها مزيانه. ومن بعد ان شاء الله غادي نقول لكم شكون اللي عجبني اكثر في الصابون ديالو. نهضر لكم البنات على اومو، لحقاش انا هذا ما باينش. نهضر لكم على اومو البنات. هذه هنايا كنت خديت جوج من المرجان. كنت خديتهم ب 3200 160 درهم باش كنت خديتهم. كانوا بروموسيون ديك الساعه. صراحه تا اومو زوين، تا اومو زوين. ولكن بالنسبه لهذا سميتو لهذا البواطه هذه فيها 2 لتر ونص. اذا بالنسبه مقارنه هذه مع هذه راها اقتصاديه، فلوطه راها اقتصاديه على اومو. ولكن بالنسبه للريحه، الريحه ديال اومو مجهده على ديال فلوطه. انا كنقول لكم الواقع دابا، الريحه ديال اومو راها مجهده على ديال فلوطه. وش غنقول لكم، تا اومو مزيان. عندك اومو، عندك اريال، عندك بزاف ديال المنتجات راه غنيين على التعريف. انا جيت نهضر لكم بزاف على فلوطه وعلى زين، على هذا زين اللي بزاف الناس ما عرفتوش كيستعملوه الناس بزاف. انا بان ليا بحال ما معروفش بزاف، ما كيستعملوش الناس بزاف. الاكثريه كيستعملوا غير اومو وكيستعملوا الاريال. هادو الاكثريه اللي كيستعملوا الناس، هادو زعما الماركات اللي معروفين. ولكن جيت نهضر لكم عليهم اليوم باش هكا ان شاء الله الفيديو تكون فيه افاده ان شاء الله سميتو الناس اللي دخلوا الفيديو ديالي. بالنسبه لاومو البنات، هذا كنت خديته اذا بحال غتاخدي وحده غادي تاخديها ب 1600 هكا 1600. ولكن غالبا هما ما كيبيعوش بالوحده، الا كانت بالوحده غتكون ديك 1800 او 1700. ولكن انا كنت خديت جوج. المهم كملت هذه. المهم نهضر لكم دابا على زينه البنات. على هذا هضرت لكم على فلوته، هضرت لكم على اومو. دابا غادي نهضر لكم على زين. وسمحوا لي هذا الفيديو راه ما غاديش نمونطيه، غنصورو غادي نحطو الا كانت شي هضره بلي مثلا شويه هذاك ماشي مشكل. المهم نتوما متابعين ديالها تقبلوا عليا كيف ما قلت الهضره. بالنسبه للبنات الزين، هذا عاد خديته
خديته هذا الاسبوع هذا، جربته صراحه عجبني. نقدر نقول لكم عجبني حسن فلوته، ولكن ماشي حسن من اومو. باش نقول لكم الحقيقه، بالنسبه لزين زوين، فيه ريحه مجهده شويه على فلوته، و الريحه ديالو زوينه، وحتى الصابون ديالو مزيان. الصابون ديالو صراحه رائع. انا تنهضر على الناس اللي باغيين يقتصدوا على راسهم. اما بالنسبه للناس اللي كيستعملوا اريال وكيستعملوا كاع، كاينين ماركات غلا من اريال، ماركات ديال اسبانيا، ديال فرنسا، منتجات ديال برا، راه كاينين منتجات اللي هما غاليين وزوينين بزاف ديال المنتجات. لا داعي لذكر الاسماء، داك الشيء راه باين. ولاني كنهضر على الناس اللي عندهم وليدات اللي كيصبنوا بزاف، كيصبنوا الملايات بزاف في الماكينه، كيصبنوا الحويجات تقريبا يوميا، كاين اللي كدور الماكينه 2 مرات في النهار. راه صراحه كنهضر على الناس الدراوش، راه الله يحسن العوان، خصوصا هذا غالي وما تيوديش. دابا تتشدي تديري غلاقه ونص هي الغلاقه ديالو البنات باش تنعبر، هي هذه. تنديروا غلاقه ونص في الماكينه خلاص ما كتعمريش مزيان. الا درتي غير 2 دورات اذا ما غاديش في المثل. راه اللي عندها الوليدات الله يحسن العوان، خصوصا اللي عندها الوليدات او هكا شي دار في المثل كبيره فيها العائله مجموعه، وهذا راه صراحه هذا راه مزيان واقتصادي وفيه ريحه زوينه. المهم الطريقه البنات، انا اللي كندير ديال الصابون، كندير غلقه في الاول وشي شويه، كندير الحوايج ديالي يدوروا. ملي كتبغي تشلل ليا، كنعاود عاوتاني نزيد نص غلاقه باش كتبقى لي ديك الريحه مزيانه. اولا ملي كيكونوا عندي ديك مكعبات ديال الصابون راني كنديرهم، المكعبات اللي كيخليو الريحه زوينه في الحوايج، معطر ديال الملابس كيكونوا عندي كنديرهم. ملي ما كيكونوش عندي كندير هاد الطريقه، هاد الحيله هادي، كتبقى الريحه في الحوايج البنات كتحمق. وبالنسبه للصابونه البنات، راه الماكينه اوتوماتيك الاغلبيه ديال الناس كيتشكاو كيقول لك ما كتخرج لهمش الحوايج. راه ماشي ما تتخرجش الحوايج، راه خص الانسان يعرف يصبن فيها. المراه في المثل ملي تجي سميتو، او البنت او المهم السيده اللي غادي تجي تصبن في الماكينه، راه ماشي دير لك حال ودير الابيض وتخلط كلشي، لا، راه خصها تعزل البيض بوحدو، دير له. المهم ديك الحيله اللي كندير ان شاء الله راني غادي نشاركها معكم هذا الاسبوع، غادي نشارك معكم ديك الحيله اللي كندير واحد الحيله. الحويجات والله القسم الا كيخرجوا كيشعلوا. وراه الوالده ديالي ملي جات عندي قالت لي بنتي كنشوف شحال ديال الناس كيصبنوا ولا سميتو الحوايج، ماشي زعما كلشي، زعما شي حد هكا ربما كيكون ما عارفش الطريقه ديال الصابون في سميتو. قالت لي ما تيخرجوش الحوايج، قالت لي انت حوايجك تيخرجوا. قلت لها اش كندير واش كندير ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه باش كنصبن. والله القسم المتابعين الا كيخرجوا الحوايج الا كيشعلوا، حويجات كيخرجوا كيشعلوا. خلي على الحويجات اللي كيداروا في جافيل ولا كتكون فيهم شي طبعه ولا شي حاجه، هذوك ما تنهضروش عليهم، هذوك راه كما كنقولوا ضروري. اللي كانت شي طبعه خصها جافيل راه ضروري خصها جافيل. ولكن كنهضر لك على الحويجات اللي هما مسخين ما كيبقاوش مزروفين وبزاف ديال الحوايج. المهم البنات باش ما نطولش عليكم الفيديو يجيكم طويل بزاف، بالنسبه للزين انا عجبني نقول لكم الصراحه. ولكن قلت لكم راه ماشي احسن من اومو، غير هو زين راه اقتصادي. هاد سميتها ديال 5 يطرو خديناها ب 75 درهم حتى هي 75 درهم باش خديناها. وشي نهار ان شاء الله غادي ندير لكم، غنصور لكم واحد المحل بالنسبه اللي كاين الناس ديال كازا، واحد المحل عنده ديك الشي غزاله البنات. عرفتي راه جاي في واحد الحي اللي شعبي بزاف، وحنا راه كنمشيو والله القسم الا بعيد على الدار، وكنمشيو له كنجيب منه جافيل. واخا جافيل ديال العبار كاين ناس اللي ما كيستعملوش، ولكن بالنسبه لي انا كمدمنه على جافيل وصاني كروا وديك الشيء، مره كناخذ هكا من مرجان ولا كناخذ من الحانوت ولا من بيب كاينه حدايا، ولا كناخذ ديك الماركات المعروفين. مره كنجيب غير ديك الشيء ديال العبار هكا الفيسي حاشاكم من هذا. المهم كناخذ غير ديك الشيء ديال العبار، الاغلبيه كناخذ ديك الشيء ديال العبار. ولكن راه عنده سلعه زوينه، انا كنمشي من الدار دائما، كنمشي كنخصص واحد النهار كنجيب ديك الشيء اللي خاصني كامل. بحال هذا الاسبوع هذا مشيت جبت ساني كروه، مشيت جبت هذا، جبت التيت الصابون ديال الحجره. المهم عنده كل شيء. ان شاء الله شي نهار غادي نصور معكم هذا الشيء. المهم سمحوا لي البنات الا طولت عليكم. بالنسبه لزينه البنات قلت لكم راه زوين واقتصادي. بالنسبه اللي عندها الوليدات اللي هكا دار بهم بزاف، زين انا راه عجبني في الصابون. حكيت لكم التجربه ديالي صادقه والله اللي شاهد عليا. زين زوين في الصابون وكيخلي ريحه زوينه. خص غير الانسان يعرف الطريقه ديال الصابون، ما يبقاش يخلط البيض والكحل والالوان وكل شيء في الماكينه هكذاك. راه الحوايج ما كيخرجوش مزيان، راه ماشي من الصابون ولا من الماكينه. انا عندي ماكينه زوينه دابا نشاركها معكم. مهم ال جي، اخر ما يكون اخر سميتو في ال جي. دابا نشاركها معكم، ما كانش عندي عاد خديتها راه تقريبا عامين، وانا كنت دابا وانا ساكنه هنايا راه كانت عندي غير ماكينه عاديه، وني مؤخرا راه خديتها. دابا نشاركها معكم ان شاء الله.
ونوريكم الحيله اللي كندير الحويجات، ونشرح لكم بزاف ديال الحوايج على الماكينه. هو هادشي، وهذا الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون خفيف ظريف على قلبكم. وكنقول لكم ما تنساوش واحد الجيم حتى تفرجوا ان شاء الله في الفيديو، خليو لي واحد الجيم وواحد التعليق زوين. وهذه هي التجربه ديالي البنات مع هاد المنتجات المتواضعه اللي جربت، وراه ما كاين لا اشهار لا حتى شي حاجه. انا كنقول داكشي اللي انا جربت واستعملته في داري، ما يحتاجش اصلا هادشي ندير له الاشهار، كلشي راه تيعرفوا. المهم البنات قلت لكم زين راه زوين، ولكن راه اقتصادي على سميتو، على اومو خلاص، واريال راه ماركات ما يحتاجوش عاد سميتو عاد نشكروهم ولا شي حاجه. ولكن انا بالنسبه لي حاليا غنبقى نستعمل هذا، زائد الحيله اللي غادي نذكر لكم ان شاء الله في الفيديو الماجي. ايوا لحد هنا البنات غادي نكون ساليت معكم لا فيديو ديال اليوم، والفيديو راني ما مونطيتوش، الا كانت فيه شي حاجه قبلوا عليها. وغنقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، نتمنى نلقاكم باحسن الاحوال.